بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان، عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ولكن في البداية لو مش مشترك في القناة فأكيد يسعدنا انضمامك واشتراكك فينا، وعايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. حلقة مهمة جدا جدا هنتابع فيها آخر التطورات اللي بتحدث داخل نادينا الملكي نادي الزمالك. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده، وهبدأ معاكم من عند تصريحات ثروت سويلم المتحدث الرسمي باسم رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، واللي ملخص التصريحات بيقول لك فيها: لا نستطيع توقيع أي عقوبة على أي نادي بدون تقرير من مراقب المباراة. طب سؤال بيطرح نفسه: هل مراقب المباراة ده أطرش؟ هل مراقب المباراة الراجل ده ما بيسمعش؟ يعني انت شايف جمهور الاهلي كان بالالاف في المباراة، جمهور الاهلي كله بيهتف ضد حسام حسن، اللاعب تأثر نفسيا بعد المباراة، وحاليا يعني بيتم تجهيز واعداد اللاعب من قبل نادي مودرن سبورت عشان يعرف يخش في مود المباريات من تاني، لان جمهور الاهلي شتم في اللاعب شتايم فظيعة. جمهور الاهلي يعني خلى نفسية اللاعب في التراب. هل حكم المباراة او هل مراقب المباراة ما بيسمعش؟ مراقب المباراة اطرش؟ لو مراقب المباراة اطرش، انت ليه بتعينه لمباراة مهمة زي دي وانت عارف ان جمهور الاهلي لو حصلت حاجة في المباراة مش هيسكت؟ سؤال بيطرح نفسه، واتمنى اذا كان حد عارف السؤال يجاوبني عليه في التعليقات. فده بالنسبة لي مراقب مباراة الاهلي. ويعني العيب كله حاليا في الكرة المصرية ان احنا بنفرج ما بين التيشيرت الاحمر والابيض، والله العظيم. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لموضوع تاني مهم جدا جدا يخص كل الجمهور الزملكاوي، ألا وهو مصير الفلسطيني عمر فرج من التواجد في نادي الزمالك. خليني أقول لك إن عمر فرج خلال الساعات اللي فاتت طلب معرفة مصيره من نادي الزمالك، سواء الاستمرار مع نادي الزمالك أو حتى الخروج وقبول أحد العروض المقدمة للاعب. اللاعب عنده أكتر من 3 عروض، يعني عروض كويسة نوعا ما ماديا للاعب، من ضمنهم النادي اللي هو بيلعب فيه حاليا في الدوري السويدي اللي هو ديجرو فورست تقريبا. فاللاعب طلب تحديد مصيره خلال الساعات اللي فاتت من نادي الزمالك، او انه هيستمر مع نادي الزمالك وينتظم في التدريبات، لان الراجل من بداية فترة الاعداد ما نزلش اي تدريب مع نادي الزمالك. فده بالنسبة لمصير عمر فرج مع نادي الزمالك. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لاستمرار احمد عبد القادر مع الاهلي وفشل الصفقة على نادي الزمالك. واقول لك في بداية الخبر كده: ادارة الاهلي مش بالساهل، انت بتروح تلعب مع الاسد برجلينك كده، انت بتروح تلعب مع الاسد برجلينك. إدارة الأهلي لما عرفت إن أحمد عبد القادر متفق مع إدارة الزمالك، وإدارة الزمالك ساعدت اللاعب في إعداد ملف لتقديمه للفيفا لفسخ عقده مع الأهلي، إدارة الأهلي لما عرفت بالموضوع ده وموضوع الشكوى قررت اتخاذ فرمان عاجل بنزول أحمد عبد القادر للتدريبات مجددا، ويعني أرغمت وغصبت عن جوزيه ريبيرو المدير الفني أو خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، يعني غصب عنه اللاعب هيرجع التدريبات. وإدارة الأهلي يعني بالنسبة لريبيرو خلت الراجل يعني يبقى رأيه يتغير عن اللاعب نوعا ما، وريبيرو وافق على عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بنسبة 100%، وبالتالي اللاعب مستمر مع الأهلي لفترة عقده كاملة. خليني أقول لك إن إدارة الأهلي هترجع اللاعب للتدريبات ولكن تدريب منفرد، يعني هو هينزل مع زمايله اللاعيبه الملعب، هينزل مع زمايله التتش، ولكن مش هيتدرب معاهم، لا هيتدرب منفرد. نفس التدريب المنفرد، يعني انت في التدريب المنفرد انت بتكون في مكان وحدك، لكن في التدريب المنفرد في التدريبات الجماعيه انت بتكون مع زمايلك، ولكن ما ينفعش ان انت يعني تتدرب معاهم وتقضي فتره العقوبه بتاعتك وبعد كده تنزل معاهم التدريب بشكل طبيعي يعني. خلينا اتكلم معاك برضو بالنسبه لي محمد السيد اهلاوي رسميا. خلينا اقول لك ان اللاعب حاليا بيتواجد في المغرب مع منتخب مصر، ويجب على اداره نادي الزمالك التحرك لتجديد اللاعب قبل يناير القادم باذن الله. خلينا اقول لك كمان ان حصل اتصالات مباشره مع اللاعب ووكيله ووالده من قبل احد المسؤولين الكبار في النادي الاهلي، وكان المخطط اللي متفقين عليه الاربع اطراف اللي هو ان اللاعب هيخرج لاحد الدوريات الاوروبيه وتحديدا الدوري السويسري. وحصل بالفعل، نادي الزمالك تلقى عرض خلال الايام اللي فاتت من نادي لوزرن السويسري مقابل 500 الف دولار في الموسم الواحد لضم اللاعب. ده الاتفاق اللي اتفقوا عليه الرباعي،
اللاعب ووكيله ابو اللاعب والمسؤولين في الاهلي اتفقوا ان اللاعب هيروح لاحد الدوريات الاوروبيه، وبعد سنه بالدقيقه وبالثانيه كده اللاعب هيكون في الاهلي. الزمالك وصل حتى يعني لم يصل حتى الآن لأي اتفاق مع اللاعب للتجديد أو مع اللاعب ووكيله ووالده، ما فيش أي توصل لاتفاق نهائي. الزمالك عرض على اللاعب 10 مليون جنيه في 5 مواسم، في ال5 مواسم اللي عايز الزمالك يجددها للاعب، يعني في الموسم الواحد 2 مليون جنيه، ولكن اللاعب شايف ان امكانياته اكبر من المبالغ دي. ووكيله لما بدا اول كلمه ان اللاعب يجدد مع الزمالك بدا ب6 مليون في الموسم الواحد، لكن الزمالك شايف ان سن اللاعب ما يسمحش ان هو ياخد 6 مليون في الموسم الواحد. فده بالنسبه لمحمد السيد واللي بيحصل فيه. وخليني اقول لك ان الزمالك عليه انه يقبل العرض السويسري، يقبل العرض السويسري تاني، يقبل العرض السويسري، لانه اللاعب مش هيجدد نهائي مع الزمالك، وكل ما الزمالك هيقول له رقم اللاعب يعني مثلا اللاعب عرض عليهم من 6 مليون، الزمالك لو قال هنديك 6 مليون في الموسم الواحد، اللاعب هيزود وهتحصل نفس خطوه زيزو. فاتمنى نستفاد بالفلوس، نستفاد بالدولارات، ونسيب محمد السيد في 60,000 داهية. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.